اخت جوزي اتصدمت لما دخلت عندي وشافت الضيافه بتاعه العيد اللي انا قاعده بجهزها لاهلي، وقالت لي هم اهلك دول ناس جعانه؟ قلت لها انت ليه بتقولي كده؟ ايه قله الادب دي؟ انت جايه تحرقي دم في العيد ولا ايه؟ قالت لي اصل يعني مش كل الحاجات دي بتطلع، الناس بيتحط قدامها يا اما الكحك والبسكوت يا اما الترمس والشوكولاته، محدش بيحط لا المكسرات ولا الشوكولاته الغاليه ولا الحاجات اللي انت حطاها دي. المهم بقى ايه، انا زعلت بصراحه من كلامها، بس رديت عليها وما قدرتش ان انا اسكت، لان هي قليله الادب، لسانها طويل كده دايما، وبتغلط وبتهين اللي قدامها من غير ما بتحس ولا حد بيراجعها. فقلت لها اول حاجه، الحاجات اللي انا بحطها لهم دي كلها من بعد خيرهم عليا، لان كل اللي انا حاطاه ده موسم هم جايبينهولي. فالمهم بقى ايه، ما ينفعش يبقوا جايبين لي الموسم فيه المكسرات والكاجو والفستق والشوكولاته والكحك والبسكوت، وكمان هم اللي جايبين لي الترمس والحمص، واخويا لما كان عندي في رمضان هو اللي جايب لي اللب والتسالي دي. ما ينفعش يبقى هم اللي جايبين لي الحاجات دي كلها، ويوم ما يجوا لي يزوروني في العيد ابقى بخيله واحط قدامهم كحك وبسكوت